قال الله عز وجل والعاديات ضبحا. العاديات يقسم الله بالخيل إذا جرت وأسرعت في المعركة. قال ضبحا. الضبح صوت الماء المغلي، فالله عز وجل يقسم بالخيل لما تسرع وتجري وتصل لمرحلة صوت النفس للخيل، صوت نفس الخيل كغلي الماء. قال تعالى فالموريات ماذا؟ قدحا. فالموريات ماذا؟ قدحا، لما تضرب حوافر الخيل أرض تخرج شرار. قال تعالى فالمغيرات ماذا؟ صبحا، أي هذا الوصف تركض الخيل شرار من تحت أقدامها تهجم. لأن ما معنى فالمغيرات صبحا؟ أي الإغارة في المعارك وقت الصباح. قال جل وعز فأثرن به نقعا. تحرك أو ضرب حوافر الخيل أثار ماذا؟ أثار الغبار. قال فوسطنا به جمعا، أي جاءت الخيل لم تها بالسيوف ولا المعركة، فجاءت في وسط المعركة. فوسطنا بمن؟ بالمحارب الذي يمتطيها. جاءت لنصف المعركة عند الدم والقتل والغبار وهي لا ترى شيء، غبار تركض تجري بأمر من؟ الفارس. ثم الله عز وجل في آية رقم 6 قال إن الإنسان لربه لكنود. ما علاقة الخيل ب5 آيات بهذه الآية؟ علاقة الإنسان بربه. الله عز وجل يريد أن يوصل لي ولك رسالة الآن اسمع. كأن الله يقول لك هذا الخيل الذي لا يعقل، هذا الخيل الذي دابة تعتبر، واضح؟ هذا الخيل لأن الفارس يطعمها ويسقيها ويعتني بها رضيت أن تدخل معركة وهي لا ترى شيء بسبب الغبار وتسرع، ومن شدة التعب وصل نفسها إلى درجة الغليان وأثارت الشرار وفاء للفارس، وهي بهيمة وفت وأعطت الوفاء للفارس لأنه أطعمها وأسقاها واعتنى بها. وأنت يا إنسان الله عز وجل شانه أطعمك وأسقاك وأوجدك من عدم، طلب منك العبادة والتوحيد فما أوفيت. هذا وجه الرابط.